السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا أرحم الراحمين، ويا أكرم الأكرمين، ويا رجاء السائلين، ويا مجيب دعوة المضطرين، هذا حالنا لا يخفى عليك، هذا ذلنا وتضرعنا وانكسارنا بين يديك في هذه الليالي المباركات من هذه الأيام من ذي الحجة. نسألك يا مولانا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك العظيم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تمن علينا جميعا برضاك. اللهم إنا نسألك رضاك ونعوذ بك من سخطك ونعوذ بك من غضبك. اللهم تجل علينا في هذه الليالي المباركات بالأمن والأمان. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان لمصر ولسائر البلدان. نسألك اللهم الأمن والأمان لمصر ولسائر البلدان، يا من أمنت مصرنا في كتابك الكريم وقلت ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. اللهم اجعل بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين أمانا واطمئنانا وسخاء ورخاء لعبادك المؤمنين. اللهم إنا نسألك يا مولانا عفوك ومغفرتك، نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اغفر ذنبنا واستر عيبنا واقض حوائجنا ويسر أمرنا وفرج همنا ونفس كربنا واقض عنا ديننا وارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم إنا نسألك يا مولانا حج بيتك الكريم. يا الله يا الله، اللهم اجعلنا من عماره وزواره ما أحييتنا يا كريم. أكرمنا بزيارته والعود ثم العود يا رب العالمين. احفظ اللهم الحجاج واجعلهم من الآمنين، وارزقهم يا مولانا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، وارزقنا يا مولانا أجر ذلك بالنية الصالحة يا كريم. اللهم إنا نسألك يا مولانا القبول والرضا والعفو عما مضى. تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.